سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معي دائما في قناتي في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة طمينة الغرز او طمينة التمر. تجي بزاف بنينة، اقتصادية سهلة وليه رايحين توجدوها. وكما قلت لكم الطمينة هذه تجي بزاف بنينة وطرية. اذا نروح نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. هنايا في البداية راح نجيبو كمية من السميد، يكون سميد متوسط. نديروه في المقلاة أو في الطاجين ونديروه يتحمص على نار تكون قليلة، هكذا، ونقعد نقلبو فيه بالمغرف. وكما قلت لكم يعني تكون نار قليلة هكذا باش تقدروا تتحكموا في هذاك السميد وما يتحرقش معاكم. يعني حمصوه تحميصة يعني خفيفة فقط، مش حتى يعني يتحرق. وقعدوا قلبوا فيه هكذا بالمغرف حتى يعني يعود باللون موحد، يعني يعود كامل كيف كيف. هنا كما راكم تشوفوا راني حمصته، نديرو على جهة ونخليه يبرد. هنايا نروحوا للغرز. هنا عندي حوالي نص كيلو تاع الغرز. نعجنو كيما هكذا، يعني انا نقيته من هذاك العظم وهنا راني نعجن فيه هكذا باش تجينا الطمينه ديالنا طريه. هنا زدت ضفت عندي حوالي 200 غرام من الزبده. انا استعملت الزبده تاع ستار، ويعني نتوما استعملوا اي مارغرين ولا اي زبده اللي تعجبكم. راح ندخل هذيك الزبده هكذا مع هذاك الغرز ونقعد نعجن فيهم هكذا كما راكم تشوفوا، كما نعجنوا الكسرة حتى يعني تدخل هذيك الزبدة مليح مع الغرز، ويعني تحصلوا على غرز تكون طرية بزاف هكذا. ومن بعد راح نبدا نضيف في هذاك السميد. ما تضيفوش ضربة واحدة، يعني قعدوا تضيفوا غير بالعقل وجمعوا وعجنوا هكذا. قلت لكم يعني كما نعجنوا الكسرة هكذا باش نتحصلوا على طمينة تكون طرية. ندخل هكذا في بعضها هذاك الغرس مع السميد ونجمع ونعجن في نفس الوقت. نزيد نضيف هنا السميد، نضيفه بكمية قليلة هكذا باش نقدروا نتحكموا في الطمينة ديالنا وما تجيناش يعني شايحة وناشفة. حنا نحوس على الطمينة ديالنا تكون طرية. هنايا بعد ما جمعت الغرس هذيك مع السميد، هنا راح نطرحها هكذا في القصعة كما نطرحوا الكسرة. كما تاني تقدروا ديروها على اشكال، يعني تكوروها على شكل كريات. وتاني تقدروا ديروها في الليمون نتاع السيليكون بالاشكال يعني اللي يعجبوكم. تاني الطمينة هذه احنا في النواحي يعني الشرقية نقولوا طمينة الغرس، وكاين ولايات يقولوا يسميوه كعبوش ويسميوه تاني الرفيس. يعني هي راهي وصفة واحدة وراهي طمينة واحدة، ولكن يعني تختلف غير في الأسامي فقط. هنايا بعد ما طرحت الطمينة ديالي هنا نجيبو ملعقة وراح يعني نسوي بها هذاك السطح نتاع الطمينة باش تجينا الطمينة ديالنا مجحوفة. وكاين بزاف وصفات البنات نتاع الطمينة. كاينه تاني الطمينة البيضاء السكيكدية مشهورة بها ولاية سكيدة، يديروها يعني في الافراح ديالهم والمناسبات. طمينة بيضاء يعني ما فيهاش الغرز، فيها مكونات وحاد اخرين يختلفوا يعني على طمينات نتاع الغرز، وتجي بزاف بنينه. ويعني المقادير ديال هاد الثاني يجيو بزاف بسيطين واقتصاديين. بربي ان شاء الله مع الايام القادمه راح نجرب معكم الوصفه نتاع طمينه البيضاء السكيكديه، وعلى بالي بلي راح تعجبكم.
وهنا في الأخير نجيب السكين ديالي وراح نقسم الطمينة بهذا الشكل. وانتوما يعني لكم الاختيار، زينوا الطمينة ديالكم بالشكل اللي يعجبكم وقسموها يعني بالشكل اللي يعجبكم. وكما قلت لكم هذه الطمينة تجي بزاف بنينة، نديروها في الأعراس والمناسبات والأفراح، بزاف يعني سهلة واقتصادية وتجي بنينة وحلوة. هنا الطمينة ديالي راهي واجدة. الطمينة تاعي جات بزاف هايلة. لازم تجربوها باش تشوفوا كيفاش بنينة. يعني ما حش تكلف معكم بزاف، وكما قلت لكم سهلة وسريعة التحضير. جربوا الوصفة هذه تاع الطمينة على طريقتي، وراح تحصلوا على طمينة بزاف بنينة وطرية